في زيارة حملت طابعا استثنائيا حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحاله في الخليج العربي، متنقلا بين السعودية وقطر والإمارات في جولة وصفت بالتاريخية لما حملته من دلالات سياسية واقتصادية وحتى رمزية. بدأت الرحلة من الرياض العاصمة السعودية، وكان الاستقبال لافتا بكل المقاييس. السجاد البنفسجي فرش خصيصا في تقليد جديد اعتمدته المملكة بدلا من السجاد الأحمر ليحاكي لون زهرة الخزامة والريحان اللتين تكسوان صحراء المملكة في فصل الربيع. في مقدمة مستقبلي ترامب وقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسط مراسم رسمية مهيبة عزفت خلالها الأبواق وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا. في قاعة التشريفات قدمت للرئيس الأمريكي القهوة العربية، رمز الضيافة الخليجية الأصيل، لكنه بلحظة عفوية نظر إلى فنجان القهوة لثوان ثم وضعه جانبا، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر التصرف خروجا عن المألوف ومن رآه طبيعيا في سياق ثقافي مختلف. ولكن في النهاية شرب ترامب القهوة. لكن الحدث الأهم في الرياض لم يكن المشهد البروتوكولي فقط، بل توقيع اتفاقيات ضخمة كان أبرزها وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، صفقة قدرت ب 600 مليار دولار شملت تعاونا في مجالات التسليح، الأمن والتدريب، لتسجل كأضخم صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ. وسط هذه الأجواء جاءت المفاجأة الكبرى: إعلان ترامب إزالة العقوبات الأمريكية عن سوريا ولقائه المفاجئ بالرئيس السوري أحمد الشرع في خطوة وصفت بأنها قلبت المشهد السياسي. قال ترامب حينها: سوريا تستحق فرصة جديدة، مؤكدا أن تصفيق الحضور بعد هذا الإعلان كان الأقوى في حياته السياسية. من الرياض انتقل ترامب إلى الدوحة في قطر. لم يختلف الاستقبال عن نظيرتها السعودية من حيث الفخامة وحسن الضيافة. رافقت طائرات F-15 طائرته الرئاسية، وكان في استقباله الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد الثاني في قصر لوسيل. وخلال جولة داخل أروقة القصر الفخمة التقط تعليق عفوي لترامب قال فيه: منزل جميل، مشيرا إلى أن إعجابه بالمكان قبل أن يعبر عن دهشته بجمال الرخام الأبيض الذي زين القاعة والتي احتضنت مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية. الموكب الرسمي الذي جاب شوارع الدوحة ضم مزيجا من الحداثة والأصالة: جمال تقليدية، شاحنات سايبر تراك من شركة تسلا، والسيارة الرئاسية الأمريكية المعروفة بالشبح. حتى مستشارة ترامب لفتت الأنظار حين التفتت إلى طيار قطري قام بحركة جذبت انتباهها أثناء وقوفها بجانب الطائرة الرئاسية. زيارة ترامب إلى قطر سلطت الضوء على عمق العلاقات الثنائية وأعادت التأكيد على أبعاد جديدة في التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وفي محطته الثالثة وصل ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة. الاستقبال كان هناك على الطريقة الإماراتية الأصيلة، الطبول والهتافات ملأت الأجواء، واصطف حرس الشرف العسكري استقباله عند مدخل قصر الرئاسة في أبو ظبي. وكان في استقباله الرئيس الشيخ محمد بن زايد إلى جانب كبار المسؤولين الإماراتيين. بعد ذلك زار ترامب مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي الذي أغلق ليوم كامل من أجل الزيارة. رافقه في هذه الجولة ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وكان الرئيس الأمريكي مبهورا بجمال المسجد وقال داخل بهو النور: جميل، إنه جميل جدا، أنا فخور جدا بأصدقائي، هذه ثقافة مذهلة. وأضاف إن إغلاق المسجد لاستقباله كان تكريما له وللولايات المتحدة. وهكذا اختتم ترامب جولته الخليجية التي جمعت بين البروتوكولات والصفقات والمفاجآت السياسية، وتحمل في طياتها رسائل تتجاوز حدود المجاملة السياسية. فهل كانت هذه الجولة بداية مرحلة جديدة في علاقات الخليج مع واشنطن، أم مجرد لحظة عابرة في إرشيف السياسة الدولية؟